ده هو شو شاب فقير وغلبان زيه زي اي حد في المدينة. الكل بيتنمر عليه وبيستهزئوا بيه، ولكن كل ده بيتقلب في ليلة واحدة والكل بيكتشف انه بقى اقوى واغنى رجل في المدينة. ازاي بقى تحول من ضعيف وفقير لاقوى واغنى رجل في المدينة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. عاوزك يا صديقي العسل تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتدوس لايك، ويلا بقى نبدأ القصة بتاعتنا. تبدأ قصتنا ببطلنا بيجري ومعاه كيسين زبالة مليانين فلوس، رايح يوديهم البنك، واخوه بيتصل عليه وبيقول له انا سمعت ان انت بعت بيتك عشان عايز تعمل مشروع تجاري. فبقول له مشروع تجاري ايه اللي بتتكلم عنه؟ انت عقلك راح فين؟ فبيرد بطلنا شو بيقول له انا عايز انجح ولو مرة واحدة في حياتي. فبالتالي اخوه بيقول له نجاح ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ هو انت عمرك نجحت في حياتك؟ انت مجرد فاشل. بطل الخيال اللي انت عايش فيه ده وبص للواقع، هتعمل لنا مشاكل انا مش عاوز اعرفك بعد كده. وهنا شو بيقول لنفسه كل مرة اجي ابدا في حاجة افشل، حتى المدرسة جبت اسوأ نتائج في امتحانات قبول الجامعة ومفيش حد كان عايزني، وخرجت عشان اشتغل وما عملتش ولا صفقة تجارية واحدة ناجحة رغم اني حاولت جدا عشان انجح ولو مرة واحدة بس. وفي البنك بيندهوا عليه فبيفكر ان الفلوس اللي معاه هي امله الوحيد. فجأة بيظهر ليه نظام وهو بيبلغه ان العالم الجديد بيتحمل والاسعار هتنخفض بنسبة مليون مرة. وهنا النظام بيقول له فلوسك الاصلية اتحطت في النظام. فبينصدم بطلنا وبيقول هو عشان انا عايز انجح قوي بدأت هلوس ولا ايه؟ خليني احط فلوس وبعدين اروح استريح. وبتعامله موظفة البنك بزهق، في دماغها انه جايب ملاليم كتير عايزاها تعدها، ومجرد ما بتفتح الكيسين بتتفاجئ بكمية كبيرة جدا من الفلوس الورق. فبتنصدم وبتقول له هو انت هتحط فلوس قد ايه؟ فبيقول لها شو هحط 800,000 يوان. فبتقول له موظفة البنك احنا الفرع ما يقدرش يتعامل مع كل الفلوس دي، هتصل لك بالمكتب الرئيسي بسرعة، من فضلك استنى لحظة. فجأة بتوصل عربيات جيش مليانة بالقوات العسكرية وبيرحبوا قوي ببطلنا وبيطلبوا منه يركب معاهم. فبيتفاجئ شو وبتاخدوا العربيات المصفحة في الطريق، بيتفاجئ بواحد بيشتري 10 كرتونات لبن بسنت واحد. فبقول لحظة هو اللي انا سمعته ده مظبوط؟ وفي الفرع الرئيسي بيقابل تشين هاو هاي رئيس المكتب الرئيسي في مدينة سانتاي. فبيتفاجئ بطلنا وبيسأل نفسه ايه اللي بيحصل. وهنا بيقول لي تشين بدلتك دي حلوة كلفتك كام؟ فبقول له تشين ده قماشها مش قوي بس تكلفتها سنتين بس. بينصدم بطلنا وبيقول له هو انت بتهزر معايا؟ وبيقول لنفسه هي الاسعار انخفضت قوي كده حوالين العالم؟ يبقى كده زي ما النظام قال الاسعار اقل مليون مرة. يا ترى انا فلوسي دلوقتي هتشتغل ولا لا بعد ما العالم اتغير؟ وبيمسك الفلوس الورق وبيقول لنفسه بالمقارنة بالفلوس الورق قبل كده ده اكيد اتخن والمادة اللي مصنوع منها افضل بكتير ومش سهل تبوظ. انا مش عارف ايه اللي جواها، هقطع واحدة واشوف ايه اللي جواها. فبينصدم المدير تشين وبيقول له الناس الاغنياء دول عندهم شوية هوايات غريبة، انت بتقطع الفلوس الورق دي اصدارها محدود ومش بيقدر ياخدها الا الناس الاغنياء اللي عندهم اصول بس. بعد كده تشين بياخد شو لمكتبه فبتقابله موظفة الايداع وبتكلمه باحترام وتساله هحط قد ايه. فبيشكرها شو وبيقول لها انا هحط شوية بس من الفلوس دي. وبيقول لنفسه ايوه بقى اخيرا معايا فلوس كتير ده انا هتنغنغ. وهنا شو بيفكر في تشين وبيقول لنفسه في الاول بعت حد ياخدني ودلوقتي جايب الست الجميله دي عشان تتعامل مع فلوسي، المفروض يعمل ليه وصيه تامين على حياتي. انا مش عارف الثعلب العجوز ده قاعد بيعمل ايه هنا، شكله عاوز يظبطني. بعد كده بيبلغوه ان الفلوس اللي اتحطت في حسابه في البنك 664,000 يوان. وهنا النظام بيبلغ شو ان بقيه الفلوس اتحطت في بنك النظام وهيجي لك فايده سنويه بنسبه 10% يعني حوالي 12,000 يوان، وهيندفع له جزء من الفائده شهريا. وقتها بيتضايق شو بيقول هم قليلين قوي كده ليه؟ فبينصدم تشين وموظفه الايداع وبيقولوا هو الراجل ده مش عارف ان اغنى رجل في الصين معاه 380,000 يوان بس؟ هو كده عداه بقى الاغنى. وبينحنوا قدامه وبيطلبوا من شو ياخد البطاقات البنكيه بتاعته. بيوعدوا تشين انه اكيد هيساعده في المستقبل. فبياخد شو البطايق بتاعته وبيستأذنهم عشان يمشي. وقتها تشين بيقول مع فلوس الراجل ده مشاكلنا كلها هتتحل وهنتباهى قدام رؤساء البنوك الكبرى وفي كل انحاء العالم. وبتقول موظفة الايداع ده غني ووسيم ومع كل ده متواضع. وبيروح شو الجيم اللي بتشتغل فيه صديقته تشين، وهناك بيفكر ان تشين ثعلب عجوز عاوز يستغله ويكسب من وراه. في الوقت ده بتقابله تشينج فبيضحك شو. وهنا تشينج بتتضايق وبتقول له بتضحك على ايه؟ انا فيا اللي مكفيني. وبتاخد بعضها عشان تمشي. فبقول لها شو المشكله؟ فبترد تشينج باولا بتقول له الست اللي اسمها ليلي عماله تضايقني وتقييم نهايه الاسبوع كمان كام يوم وهي مش عاجبها تدريبي. بالطريقه دي كل حاجه انتهت. وبتفضل تضرب في ايد شو عشان تخرج الغضب اللي جواها. فبيبتسم شو بيقول لها كانوا دايما بيستعبدوني في اي شغل بس بشخصيتك دي لهم حق، انت كل شويه في حاله يا شيخه. وبيقول لنفسه زمان عمري ما قدرت انصح حد. وهنا بيقول لها اهدي بس، ايه رايك لو اشتريت لك القسم اللي بتتدرب فيه كله؟ وهنا بيقول لنفسه مع نظام تخفيض الاسعار في العالم انا بقيت الملك. لكن باولا بتتريق عليه وبتضحك وبتقول له انت هتضحك عليا؟ ده انت افقر مني، روح ظبط شعرك الاول. فبقول شو لنفسه اخر مره في الشغل كنت خلاص هرمي نفسي من على الجسر، وقتها باولا انقذتني وادتني اوضه في
بيتها، عشان كده لازم اساعدها. وبيروح شو محل هدوم وبياخد بولا عشان تشتري شويه هدوم عشان يحضر بيها مع بولا حفله عيد ميلاد صاحبتها كمان كام يوم. وبيقول لنفسه شو فرق معاه الحفله دي قوي، فلازم اظهر بمظهر حلو واشرفها. وهنا بولا بتقابل سونج وصاحبتها صن. وقتها سونج بتقدم بولا وبتقول دي ملكة جمال المدرسه، وايام الكليه كانوا بيقولوا عليها الملكه المطلقه، ورفضت شباب اغنياء كتير. وقتها صاحبها اللي شكله مش مظبوط خالص، شكله بتاع ستات، بيفكر يخلي بولا تبقى البنت اللي بيظبطها بعدين. وهنا سونج بتقول بالمناسبه يا بولا، سمعت حالا انك هتشتري هدوم عشان حفله عيد ميلاد يايا، لو مش معاكي فلوس مش لازم تشتري عشان تتباهي، ما تحضري بهدومك العاديه. فبتتضايق بولا. وقتها شو بيرد وبيقولها هي جميله في اي حال، جمالها الطبيعي ده مش محتاج اي حاجه تانية، مش احسن من اللي مالهمش شكل وبيتريقوا على الناس. فبتغضب سونج وبترخم عليهم وبتقول زباله زيكم مالهمش مكان هنا، وبتضحك ضحكتها الرخمه. فبيحاول صن يدخل لبولا وبيعرض عليها يشتري لها هدوم. وقتها بولا بتاخد شو عشان يمشوا، فبيوافقها وبيقول هشتري كل الهدوم اللي موجوده في المحل ده، ما تبيعيش لهم اي حاجه. فبيتريق سونج ان شو فقير، فبيطلع شو فلوس من الاصدار المحدود وقتها. فبتفاجئ صن وبيقول لنفسه الراجل ده بنك متحرك. وبتتفاجئ سونج وبتقول لنفسها اكيد الفلوس دي مزيفه. بولا بنت المحظوظه وقعت على شاب غني. في اللحظه دي شو بيقول لبولا يلا خلينا نمشي، ايه رايك تتعشى مع شاب فقير زيي؟ فبياخدوا الصدمه الكبيره. فجاه بتظهر مديره المكان تانغ يانج وبتقول انا اللي كنت جيت مع الاخ تشين من شويه، ما توقعتش اقابل السيد شو هنا. فبتفاجئ شو بيقول لها انت قصدك تشين هاو هاي. وبيقول لنفسه الثعلب العجوز ده مجرد ما مشيت بعت لي حد على طول وتطلب منه تانج يتفضلوا في مكتبها. وبتسال تانج لو الباقيين اصدقاء تشين. فبتجري سونج على باولا وتحضنها. وصن بيلم الموضوع وبيفكر انه لو عمل علاقات حلوه تانج هتظبط له مصنع الهدوم بتاعه، وخصوصا انهم بياخدوا من مصنعه. وبتفكر سونج ان لو صن اشتغل مع تانج هتفضل هي اعلى من باولا مستوى واحد. وقتها تانج بتطلب من رجالتها يجهزوا 5 بطاقات VIP غير بطاقات الشغل. وبتفكر تظبط الشغل مع شو يمكن يساعدها في الاستثمار. فجاه شو بيقول لها الناس دي مش معانا، عايزه تتعرفي عليهم براحتك بس مش باسمي، انا الشاب الفقير، تقدر تسالي موظفتك ايه اللي حصل دلوقتي. فبتتفاجئ تانج وقتها البياعه بتحكي لها اللي حصل. فبتتضايق تانج وبتعتذر لشو وبتؤمر رجالتها يطردوا سونج وصن. مش بس كده، ده كمان بتقول من النهارده مفيش اي تعاون مع العلامه التجاريه لصن، وهنستخدم الشركات التانيه هنخليهم يسيبوا مدينه سانتاي خالص. في المكتب شو بيطلب من تانج تظبط هدوم لباولا وبيحس ان تانج كويسه وبيقول لنفسه شكل تشين قال لها عني، ممكن تكون عايزاني اشتغل معاها. وفي نهايه اليوم تانج بتشكر شو وبتوعده هتحضر الحفله اللي هتحضرها باولا وهديها هديه كويسه قوي. وفي الطريق باولا بتكون مصدومه وبتتضايق ان شو خبى عنها انه غني وعاش معاها على انه فقير، وكانت بتدفع له فواتير الميه والكهرباء. فبيحاول شو يفهمها انه استثمار، لكن باولا مش بتصدقه عشان علاقتهم بتانج. فجاه بيجي لباولا اتصال من واحده صاحبتها وبتقول لها انها واقعه في مشكله. فبتقلب باولا وبتمشي على طول. وقتها شو بيقول لنفسه لسانها طويل بس طيبه وبتهتم باصدقائها. وبتجري باولا فجاه بتلاقي 2 من اصحابها بيمسكوها وبياخدوها على اغلى مطعم، وهناك بتشوف صاحبتهم لي وبيكونوا مظبطين كل ده عشان يوقعوا باولا ويدبسوها في الفاتوره. وهنا شو بيقول لنفسه الترابيزه دي مليانه باكل فخم وبيفهم ايه اللي في نيتهم. وبيبص لباولا وبيقول احنا مش جعانين. فبتقول لي لنفسها مش هتقدروا تهربوا من اللي انا عاملاه، انت وباولا النهارده هتغسلوا الاطباق. فبتقول باولا انا مش متعوده على الاكل الغربي، شو خلينا نمشي. فبيتريقوا عليها. وقتها شو بيخليها تطلب اللي عايزاه، واصحابها بيطلبوا اطباق غاليه. مش بس كده، ليه بتتصل بابن عمها. وقتها شو بيقول لها اتصل بكل اصدقائك اللي موجودين في كل مكان. فبتفرح ليه وبتقول له ما ترجعش في كلامك، وبتتصل باصدقائهم كلهم وبيقدموا لهم اكل. في الوقت ده شو بيقول لباولا استنيني هنا، هروح مكتب الاستقبال ادفع الفاتوره واجي. في الوقت ده موظفين الاستقبال نفسهم بيكونوا مستغربين وبيقولوا ال3 ترابيزات دول كلهم عليهم حاجات غاليه قوي، شكلهم عايزين يدبسوا الشاب اللي هناك ده ويخلوه كبش الفدا. وبيسال شو عن فواتير ال3 ترابيزات. فواتير الترابيزات كلها الاغلى في المطعم من غير ال3 دول. فبتقول له موظفه الاستقبال المطعم فيه 15 ترابيزه غير ال3 اللي انتم قاعدين فيهم، وبيدفع ثمن ال15 ترابيزه. مش بس كده، بيديهم بقشيش وبيقول لهم انا عايز منكم خدمه، وبيبلغوهم في المايك ان السيد شو دفع فواتير الترابيزات كلها. فبيتفاجئ الكل وبتغلي ليه وبتقول لنفسها شكلها حلو وكمان حظها حلو، مش انا اللي حظي وحش ووصلت لشاب غني ووسيم. وهنا شو بياخد باولا وبيمشوا. فبتنده ليه على الجرسون وبتقول لنفسها احنا اللي جبنا باولا، ليه صاحبها يدفع فاتوره الباقيين؟ لازم ارجع الفلوس. وبتقول للجرسون السيد شو يبقى اخويا، احسب بس ال3 ترابيزات اللي هنا ورجع ليه بقيه الفلوس. فبيقول لها السيد شو دفع الفاتوره وخلاص ومفيش ترجيع، بس ما دفعش ال3 ترابيزات دول، يا ترى عايزه تدفعيهم؟ وقبل ما يمشي السيد شو قال لي اسال حضرتك سؤال، ايه هو الحيوان اللي بيبص للناس بصه وحشه؟ ومش بس كده، لو رفضت تدفعي الفاتوره هتصل ليكي بالبوليس، يا ترى هتدفعي ولا لا؟ لا يا جدعان، شو طلع معلم وعلم عليها. وفي الطريق باولا بتزهق على شو عشان عمال يدفع فلوس
كتير. وقتها النظام بيبلغ شو ان دلوقتي يقدر يستخدم الفلوس عشان يرجع نقاط التحسين، وهترجع وظيفة الاسترداد لما يبقى معاه 10 نقط. وقتها شو بيفكر ان ممكن يستخدم النقط في كل حاجة، وبيقول لنفسه السنت الواحد بيساوي نقطة، لو دفعت 5 سنتات اقدر افتح الوظيفة. بعد كده بيجي لشو اتصال من صاحبه تشانج يو. وقتها شو بيقول لنفسه اخيرا اتصل الراجل ده غلبان زيي ولازم اساعده. في الوقت ده تشانج بيقول له انا سمعت ان انت فلست، كان عندي طريقة عشان نبقى اغنياء، انت فين دلوقتي؟ خلينا نعملها سوا، هعدي اخدك. وبيروح تشانج عشان ياخد شو، فبيسأله شو عن مشروع توليد الطاقة الكهروضوئية. فبيرد تشانج وبيقول له انا مش عارف المشروع ده حلو ولا لا، بس هو مشروع كبير، لو نجحنا فيه هنبقى اغنياء. وفي الطريق تشانج بيقول له انا سمعت ان في واحد مشهور قوي على النت وبقى عنده شعبية كبيرة، وبيقولوا ان اسمه نيو تشونشين، وبيقولوا انه بيعمل بث مباشر وبيكون فريق وبيدور على الرجالة عشان يعملوا معارك وهمية ونطلع على المسرح قدامه وبناخد 8 سنتات في المرة الواحدة، احسن من اننا نفضل في البيت. فجأة حد بيخبط عربية تشانج من ورا، فبيتفاجئ تشانج بعربية اخر فخامة، بتطلع منها واحدة ست وبتزهق وبتقول له هو انت ما بتعرفش تسوق؟ مش هتمشي من هنا الا لما تدفع 50 سنت. فبتدخل شو بيقول مفيش مشكلة انا اتصلت بالشرطة. فبتتضايق البنت وبتقول له انت مين اللي قالك تتصل بالشرطة؟ وقتها الشرطة بيقول لها ان تشانج واقف عشان الاشارة الحمراء وهي اللي خبطته، وبيقول لها وريني رخصتك، لكن هي لا معاها رخصة ولا بطاقة. وبيقول للشرطي خليكم كلكم هنا، هجيب ادوات اجمع الادلة. وقتها البنت بتتصل بصديقها وبتحكي له. وقتها تشين بيتصل بشو وبيكون عارف ان في عيد ميلاد صاحبة باولا وان تانج هتحضره، وبيقول له انه يحضر هو كمان. فبيقول شو لنفسه تشين هاو هاي الثعلب العجوز. وصلت له الاخبار بسرعة وبيسأل تشين جاب رقمه منين، حتى تانج مش معاها رقمه. فبيقول له تشين انا عارف كل زعماء المدينة. فبيحكي له شو على اللي حصل وبيقول له تشين بسيطة هحلها لك. وبتوصل عربية صاحب البنت وبيطلع انه صن وبيكون متضايق قوي ورايح عشان يهزق شو، ما هو لسه ما شافش وشه. واول ما شو بيوري له وشه بينصدم، فبيضحك شو بيقول له اتقابلنا مرتين النهارده، دي صدفة حلوة قوي. وبيقول لنفسه الراجل البغل ده مع واحدة الصبح دلوقتي واحدة بالليل، بيبدلهم اكتر ما بيبدل الهدوم. في نفس الوقت ده صن بيلم نفسه. فبتتضايق البنت وقتها صن بيضربها وبيزعق لها وبيقدم 1 سنت لشو وبيقول له خد ده عشان تصلح العربية. وبيحني له بيقول له ارجوك ابني كأخ صغير، خلينا نسند بعض في المستقبل. فبيسيب شو بيمشي. وقتها صن بيقول له ساعدني وهدي الدنيا مع الزعيمة تانج. وبتوصل الاخبار للثعلب العجوز تشين، فبينصدم وبيقول ازاي يضايق شو، اتصلوا لي بيه حالا. وقتها بيكلم صن وبيقول له ادفع له القرض دلوقتي. والبنت بتزعق على صن، وهنا شو بياخد صاحبه تشانج وبيمشوا. فبيقول له تشانج الراجل التخين ده خايف منك ليه؟ فبيقول له عشان انا اعرف اللي ماسكاه من رقبته، عشان كده طلب مني اساعده، انا لسه عليا فلوس ليك. وبيدور يبعت له الفلوس بس مش معاه فكه، فبيبعت له 5 سنتات. فبيتفاجئ تشانج وبيقول له انا سلفتك 1.5 سنت بس. وهنا تشانج بيقول لنفسه هو تشانج خد كل الفلوس اللي جمعها من بيع البيت عشان يعمل حاجه كبيره معايا كده. وهنا شو بيديله فلوس كمان وبيقول له دي عشان مامتك اللي ربتك بصعوبه، انت لازم تخلي بالك منها كويس، اما بخصوص المستقبل اتصرف بعقل، سيبك من الراجل المشهور اللي على النت. فجاه بيخرج النظام مره تانية وبيبلغه انه استهلك 50 سنت فياخد 50 نقطه، وخد الصفقات المحسنه اللي ممكن تحسن صفاته الشامله زي القوه والسرعه وردة الفعل والسمع والرؤيه. فبقول شو لنفسه بعد فتره اقدر اقوي حاجه واحده بس، وفعلا بيحسن شو صفاته. وبروح صاله الجيم عشان يدور على باولا، وهناك بتقابله ياو جينج في مكتب الاستقبال وبتقول له هتصلك بيها، لكنه بيوقفها وبيطلب يسجل عضويه. في اللحظه دي المدرب سون ليشاو بيتريق عليه وبيرفض يدربه. بعد كده شو بيقول لياو ايه رايك تعرفني على نوع البطاقات اللي موجوده هنا؟ فبتقول له في بطاقه عاديه وبطاقه بلاتينيه وحسب اللي انت عاوز تتدرب عليه. فبيقول لها شو جهزي لي 4 بطاقات عضويه بلاتينيه. فبتنبهر ياو وبتقول له دي ملهاش وقت محدد ومعلهاش اي قيود، الواحده منها ب1 سنت. وقتها شو بيقول لها 3 منهم هقدمهم هديه. فبتغضب ياو وبتقول له انت بتهزر معايا، البطاقات البريطانيه مفيش حد طلب منها طول السنه. وقتها شو بيدفع الاول عشان تصدق، بيبعت لها 4 سنتات. فبتتفاجئ ياو وبتديله ال4 بطاقات بريطانيه وبتقول لنفسها انا سمعت انه باع بيته عشان كده معاه فلوس كتير. وبيستعد شو عشان يتدرب، فبيقابل لين شوان صاحبه الصاله الرياضيه وبتقول له سمعت انك اخدت 4 بطاقات بريطانيه عشان كده جيت اقابلك بنفسي. وقتها شو بيسلم عليها وبيقول لنفسه انا سمعت اسمها قبل كده، دي بدات من الصفر ودلوقتي رائده في اللياقه البدنيه. وهنا بيقول لها انا سمعت انك بتبيع قسم من اقسام الدورات التدريبيه في الجيم عشان تطوري صناعه اللياقه البدنيه. فبتقول له ايوه تعالى معايا، ايه نوع الدوره التدريبيه اللي انت عاوز تشتريها؟ وقتها شو بيقول لها انا صديق المدربه باولا عاوز اشتري صفها ب5 يوان. فبتتفاجئ لانه بتقول لنفسها الصف ده اخره 3 سنت، ازاي اشتريه ب$5؟ دي مش ممكن اخلصها طول حياتي. اكيد بيفكر بطريقه مش كويسه في باولا. وقتها شو بيقول لها انا وباولا اصدقاء بس خلال الدوره التدريبيه كانت قلقانه ففكرت اعمل معاها معروف. فبتعتذر له لين وبتقول لنفسها عنده استعداد يدفع $5 عشان يخلي صديقته مبسوطه. اجمالي المبيعات الشهريه اللي في فرعي 50 أو 60 سنت.
شن. فبيقول لها شو من فضلك ما تعلنيش ان اللي اشترى القسم ده باولا، انت بس قولي اللي اشتراه مدربه نسائيه وفي اداء نهايه الشهر تقدري تقولي لها. وفي الوقت ده سون بيوصل له اشاعه ان في مدربه اشترت القسم بقيمه $5. فبيتفاجئ وبيقول مين اللي عمل كده. وقتها صديقته ليلي بتقول له اظن ممكن اللي اسمه شو هو اللي اشتراه الباولا، ده عنده استعداد يعمل اي حاجه عشانها، ممكن يكون غواها بفلوسه. وقتها سون بيقول لو الموضوع كده خلينا نظبط ليهم الدنيا. وقتها ليلي بتقول له بس مهما كان الموضوع مش ممكن يدفع كل ده عشان باولا، سيبك من الموضوع. وقتها سون بيقول لها استنيني هنا دقيقه وهرجع لك. بيروح لباولا وبيقول لها انا عرفت ان في حد اشترى القسم بتاعنا $5. انا اتكلمت مع ليلي وفكرت مين اللي يستحق ياخد افضل اداء، وهي مستنيه كلمه واحده مني بس اشربي معايا الليله دي وهديك نص الاداء. لكن باولا بترفض، وهنا سون بيوعدها انه هيبهدلها عند المديره. وبياخد ليلي وبيروحوا للرئيسه لين وبيقول لها احنا عاوزين نبلغك حاجه، انا وليلي سمعنا ان في حد خد القسم $5. فبتتضايق لين وبتقول له وايه اللي عرفك. فبيتوتر سون وبيقول لنفسه واضح ان لين مش مبسوطه النهارده، هي ممكن تكون اتضايقت ان الخبر اتسرب. بعد كده سون بتتوتر وبيشوف ان ليلي هتبوظ الدنيا وتعرف لين ان الخبر اتسرب، وبيقول لنفسه ليلي الغبيه هتقلب السيده لين علينا. وقتها السيده لين بتقول يا ترى تقدري تقولي لي مين اللي خد القسم بتاعنا $5 زي ما انت بتقولي. فبتتوتر ليلي وبتقول لنفسها ليه عماله تسالني كتير النهارده، انا لازم اتوه الموضوع. وهنا بتقول لها كان راجل تخين شويه وقصير واصلع. فبتقول لها لين مفيش راجل تخين وقصير جه الجيم النهارده، خدوا بعضكم واطلعوا بره من هنا مش عايزه اشوفكم. فبتتفاجئ ليلي وبتقول لها انت بتطردينا. وقتها لين بتقول لها انا اصلا جايه النهارده مخصوص عشان اشوف التقارير اللي متقدمه ضدكم، وبتقول انكم بتزوروا في نتيجه الاداء للمدربين عشان كده انتم مطرودين. فبتغضب ليلي وبتروح تزعق على باولا وبتحاول تضربها. فبيمسكها شو، وهنا ليلي بتقول له وريني كده لو تقدر تضربني. وبضربه واحده من شو بيرقدها على ظهرها وبيقول انا اول مره اسمع طلب زي كده، هي اللي قالت اضربيني. وفي اللحظه دي لين بتظهر وبتقول انا بطرد سون وليلي عشان الاعمال المشبوهه اللي كانوا بيعملوها، والسيد شو اشترى القسم بتاع باولا $5 وبتعتذر لشو. بعد كده بنشوف باولا مصدومه بتقول لشو ازاي تدفع الفلوس دي كلها، انت كان احسن لك تشتري فيلا. في اللحظه دي تانج بتتصل بشو وبتقول له ايه رايك ناكل سوا النهارده واعزم السيد شين والسيد دونج. فبيوافق شو وبيقول لنفسه تشين ودونج واتنين تانيين كانوا معروفين بالاربعه العظماء في العالم واشتغلوا في اكبر الصناعات وكانوا بيسموهم بحر الغيوم. وقتها تانج بتقول له هستناك في الدور الثالث من فندق لياتشينج. وبيروح شو الفندق وهناك شياو بيقابل ليه اللي مجرد ما بيشوفها شياو بيضحك وبيقول له احنا بقالنا كتير ما شفناش بعض، ده من ايام الكليه. وبيقول لنفسه ده حظه وحش قوي، هرخم عليه زي ما كنت برخم عليه الاول. فبيضحك شو بيقول له ايه الصدفه الحلوه دي، انا جيت هنا عشان اتعشى. فبقول لي لنفسه بس حلوه اني قابلتك النهارده، انا وعيله مانج عندنا ميعاد عشان نتكلم عن الشغل واكيد بقالك كتير ما شفتش مانج. وهنا بينده لمانج فبتسلم مانج على شو وبتقول له بقالي كتير ما شفتكش. وهنا ليه بيقدم والد ووالده مانج وبقول لهم ان شو ومانج كانوا زمايل في الكليه وكان شو مشهور قوي في المدرسه واشتغل من ايام ما كان بيدرس. فبيبتسم العمه وبترحب بشو بمنتهى الاحترام وبتقول له هو ده نجاح الشباب. وقتها ليه بيفرد عضلاته وبيقول شو كان بيجري ورا البنات الجامعه كلهم، حتى مانج كانت بتطرده، بس انا سمعت ان انت فلست بعد كده ولسه عليك ديون كتير، يا ترى سددتها دلوقتي؟ فبيضحك شو بيفهم ايه اللي ناوي يعمله وبيقول لنفسه ايوه كده بان على حقيقتك، بتخطط تستخدمني عشان تتباهى قدام مانج واهلها. وبيكمل ليه وبيقول له سمعت ان انت بعت بيتك، يا ترى ده صح ولا غلط؟ ما هو مش معقول تيجي مكان زي ده الا لو كنت بعت بيتك فعلا. وقتها شو بيكلم مانج وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبتقول له انا هنا عشان اتكلم فيه عن شغل الفراخ بتاعتي، يا ترى انت هنا عشان تتعشى؟ في نفس الوقت مانج بيكون شكلها كده حنت للايام القديمه وبتقول لنفسها بقالي كتير ما شفتوش ولسه وسيم زي ما هو. في اللحظه دي مامتها بتشد ايديها وبتبعدها عن شو وبتقول لها قللي كلامك مع الناس اللي زي دول، يلا خلينا ندخل بسرعه، مش سهل نتاخر على الضيف المميز اللي جاي لنا. في نفس الوقت ليه بيقول لشو يا ترى بتعمل ايه النهارده؟ شكلك كده خلصت الفلوس اللي معاك من بيع البيت، لو عايز وظيفه او كده خليني اساعدك، انا هظبط لك الدنيا، ممكن اقدم لك في وظيفه غسيل الصحون، انا هنا وهتكلم بالنيابه عنك. فبيرد شو بيقول له لا انا هنا عشان اتعشى. فبتقول له مانج يا ترى انت هتتعشى في الدور الثاني برضه؟ لو كده تحب تطلع معانا؟ فبيقول لها شو لا انا في الدور الثالث. وقتها ليه بيضحك جامد وبيقول له الدور الثالث انت فاكر نفسك في مطعم وجبات سريعه؟ بيفضل ليه يضحك على شو. في الوقت ده والد مانج وباباها بياخدوها وبيمشوا وبيقولوا الضيف المميز بتاعنا مهم، مش عايزين نعمل اي غلطه ولا نضيع وقت هنا. وبيقول والد مانج صافي فلوسنا معتمد كله على النهارده، مش لازم ناخر كلامنا. وبنرجع لليه اللي بيفضل يضحك لحد ما عينيه بتدمع وبيقول له انت جاي تتباهى هنا وفي الاخر هتاخد على قفاك، كزميل دراسه قديم هقترح عليك اقتراح صغير، امشي من هنا احسن لك. فبيضحك شو ضحكه سخريه وبيقول له بس انا عندي اقتراح صغير ليك يا زميلي الدراسه القديم، ليه ما تخرجش انت من هنا؟ فبيغضب ليه وبيقول له ازاي تتجرأ وتطلب مني امشي من هنا؟ انت نسيت انا مين؟ وده مانج بتحاول تهديه فبيغضب ليه عليها
عليها وبيقول لها لمي نفسك وامشي، انا جاي اساعد عيلتك وحددت ميعاد النهارده مع الشخص المهم وانت خايفه عليه، ابعدي من هنا ولا مش هيحصل كويس. في الوقت ده باباها ومامتها بيقولوا لها ازاي تزهقي ليه؟ انت نسيتي انه جاي يساعدنا؟ سيبك من الزميل الفقير ده، خلينا نطلع الدور التاني. وهنا شو بيمشي وبيقول لمنج ما تقلقيش انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. بيروح عشان يطلع الدور التالت، فبيوقفوا ليه وبيقول له مين اللي قالك تطلع؟ ارجع هنا واعترف بغلطك. وقتها المدير بيجي فبيقول له ليه طالما انت المدير هنا ازاي تسمح لشخص زي ده يدخل فندقك؟ لو كلت مع راجل زي اللي واقف ده هيأثر على نفسيتي، خرجه دلوقتي. فبقول له المدير انا اسف بس مش هنقدر نطرد الضيوف من غير سبب كده، وصوتك اثر على الضيوف الباقيين فمن فضلك انت اللي هتخرج بهدوء. فبيغضب ليه وبيقول له لو بصيت للموضوع كويس هتشوف ان الراجل ده فقير، ازاي تطردني انا؟ وبيبص لشو بيقول له انا هديك 5 ثواني عشان تخرج من هنا. لكن شو ولا بيهمه وبيقول له 5 ثواني طويله شويه ولا انا بيتهيألي انا شايف انك تخرج من 3 ثواني بس. فجاه بتظهر تانج وتشين والسيد شو صاحب المكان، فبينصدم ليه وقتها. تشو بيقدم نفسه لشو وبيروح يسلم عليه وبيعتذر له عن اللي حصل وبيطلب من رجالته يطردوا ليه بره. وقتها شو بيقول له مفيش داعي احنا كنا بنهزر. في اللحظه دي وقتها ليه بيلم نفسه وبيتضايق ازاي شو يعرف صاحب المكان ويعرف تشين هاوهاي ازاي. يا ترى ايه اللي هيحصل مع شو في الفندق؟ ويا ترى ليه هيعمل ايه مع شو بعد ما عرف انه قوي بقى معاه فلوس كتير وكون العلاقات القويه دي؟ ده اللي هنشوفه في الاجزاء اللي جايه. عاوزك يا صديقي العسل ما تنساش اللايك وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وان شاء الله اشوفك في الاجزاء اللي جايه.